بسم الله نبدأ. بتبدأ الحلقة بسيونج وهي في جنازة جدة غيون سيونج بتلاحظ مجموعة أرواح شريرة بتحاول تأذي غيون بس بتقول لهم إنها مش خايفة منهم، وبتبص لورا وتقصد إن اللي يخوف بجد قاعد وراها، يعني غيون بيجي عامل من دار الجنازات وبيطلب من غيون يجي يتكلم معاه. ولما غيون بيروح مع العامل بتسمع سيونج بنتين بيتكلموا عن الجدة، وبيقولوا إن مفيش حد بيحبها عشان محدش حضر جنازتها. بعدها بننتقل لغيون والعامل اللي بيقوله إنه لازم يطلب على الأقل 30 وجبة. سيونج بتفكر تساعده فبتتصل بأمها الروحية، لكن بتلاقي الموبايل مقفول. بترجع تفكر تتصل بمين، فبتبعت رسالة لجيهو وبتقوله إن جدة غيون ماتت، وبتبعت له عنوان دار الجنازة. في الوقت ده بنشوف الأم الروحية وصاحبتها ومعاهم المساعدين واقفين قدام بيت مهجور. الأم الروحية بتلاحظ إن البيت كان عليه ختم واتشال. بيفتحوا الباب وبيبدأوا يجهزوا عشان يعملوا طقوس لطرد الأرواح الشريرة. نرجع تاني لدار الجنازات ونشوف خاله وخالد غيون بيعاتبوه على الشيء اللي صار بأمهم، وبيبدأوا يصرخوا عليه ويلوموه بأنه هو السبب. التوتر بيزيد فتتدخل سيونج وبتزعق لخاله وبتقوله إنه بيعامله وحش وبيظلمه على حاجة مش بإيده. فيسألها: انت عرافة؟ بترد: أنا فعلا عرافة. بيقول لها: العرافات ما ينفعش يحضروا جنازات، وبيدفعها فتقع على الأرض. يروح ويمسك غيون من هدومه وبيقول له: مش كفاية اللي عملته فيها طول عمرها ولسه عايز تشوه سمعتها بعد ما ماتت. وفجأة بيجي جيهو ويمسك ايد خال غيون بعدما كان حيضربه. بنشوف الأم الروحية بتبدأ الطقوس، والعرافة العمياء بتحس بطاقة قوية بتتبعها لحد ما تلاقي لعنة قوية جدا بتصرخ وتنادي على الأم الروحية وتقولن يهربوا قبل ما تصيبن. الأم الروحية بتفهم الوضع وبتستخدم جسمها كدرع تحمي بيه المساعدين، لكن السهم اللي تكون من اللعنة بيصيبها وبعدها اللعنة تختفي. لما بيخرجوا الأم الروحية بتقفل الباب وبيظهر دم على بقها، وبتكتب على الباب: لا يفتح. نرجع لدار الجنازات ونشوف إنهم نقلوا الجدة من الغرفة العادية للجناح الخاص. زوج خالد غيون بيقوله إن أهله جايين، وبيقوله إنه هيمشي ومش هيستناه. جيهو وسيونج بيستغربوا، ولما غيون بيطلع جيهو يروح لسيونج ويقول لها إنه افتكر إنها هتوقفه، ويسألها لو تقدر تروح لوحدها. نرجع للعرافة وصاحبة البيت بتطلب منها ترجع الفلوس. العرافة بتقول إن الروح اللي هناك أقوى من أي حد، وبتنصحها ما تخليش حد يدخل البيت تاني. الأم الروحية تدعس على حاجة، ولما تشوفها تلاقيها حلق عليه أجراس، كان بتاع ست مش معروفة. ننتقل لمشهد تاني. الست دي بتكلم ولد صغير، وفجأة تشوف واحد لابس اسود بيبصلها، وبعد شوية نسمع صوت حادث ونتأكد إن الولد اتصدم بعربية. غيون جيهو ماشيين، وفجأة غيون يقول له: مش لازم تكمل معايا، وتجيله رسالة وشه يتغير. جيهو يسأله: في إيه؟ يرد بتوتر: مفيش. الرسالة كانت من بنت بتقوله: سمعت إن ستك ماتت، ارتاحت منك، مبروك. سيونج تتصل بالعرافة اللي عمل لها التمائم وتقوله إنها مش هتقول لأمها إنه نصب عليها، وتطلب منه يعمل لها 50 تميمة. فيقول لها لأ، ويبعت لها موقع فيه معلومات تقدر تتعلم منه التمائم. غيون يرجع البيت وبيفتكر جدته وبيعيط بمرارة. نرجع للعرافة والأم الروحانية تسألها لو اتعورت، فتقوله: وكانت توجع قوي. العرافة تتساءل مين الست اللي قدمت روحها قربان عشان تقوي الروح الشريرة. في مشهد تاني بنشوف حد بيعمل طقوس بالدم، وبيطلع إنها عرافة ظهرت قبل كده. العرافة العمية تقول للأم الروحانية: دي مش بني آدم، دي روح شريرة في جسم بني آدم.
سيونج تدخل على أمها وتعاتبها إنها ما ردتش عليها. تشغل النور وتلاقي خالتها عندها وتقول لهم إنها كانت محتاجة مساعدة، وتحكي لهم عن اللي حصل في الجنازة وتطلب مساعدة خالتها. تسألها خالتها: أنت بتحبيه؟ ترد: بحبه. خالتها تديها كتاب تتعلم منه التمايم، وبالليل سيونج تبدأ تفسر الكتاب وتفهم إن الموضوع مش سهل زي ما كانت فاكرة. الصبح تقعد في المكتبة تقرأ، ويجي جي هو يستغرب، يسألها: بتذاكري إيه؟ ترد: كتاب بيعلمني إزاي أبقى عرافة قوية وأغلب الأشباح. بعدين سيونج تقول له إن غيون مش جاي المدرسة. جي هو يقول أحسن له يقعد لوحده، وإيه توافقه. غيون يشوف مدرب الرماية وبيحاول يتخبى، لكن المدرب يشده ويطلب منه خدمة. سيونج تكون بتفكر في غيون وبتنسى جي هو تماما، وبالليل تروح بيت غيون وتقول له إنها نسيت حاجة وجت تاخدها، ويقول لها تستنى يدور عليها. ترد عليه دي حاجة خاصة بالبنات، وتسأله أكل ولا لأ، وتعرض عليه يطلعوا ياكلوا. يرفض ويقول لها لو لقيتي حاجتك أمشي. لما تدخل المطبخ تحضر له أكل تشوف شبح مخيف. الشبح ده بيظهر للناس اللي عندها أفكار سوداوية، تطلب منه ما يفكرش كده. هو يسألها: أفكار إيه؟ تبصله والدموع في عينيها وتقول له: جدتك هتزعل لو شفتك كده. يطلب منها تخرج، ولما يرن جرس الباب يفتكر إنها سيونج لكن يلاقي جي هو اللي جاي، ويديه مفتاح خزانته في المدرسة ويمشي. ننتقل للأم الروحية وهي بتزور محل بتاع أدوات عرافين، وتوريها الحاجة اللي لقيتها وتسألها عن رقم يوم هاوا. ترد: ما عنديش، بس دي بقت مشهورة جدا. بالليل يجي زوج خالته ويديه عنوان مزار الجدة. غيون يفتش على صورة للجدة، يلاقي صورة ليه معاها وهم مبسوطين وبيبتسم، وساعتها الشبح يتراجع. نرجع لسيونج وأمها وتقول لها إن في تميمة بتحمي الإنسان لو اتكتبت على جسمه، وتطلب منها تديله طاقتها. سيونج تسألها: ألمس إيده؟ ترد: مش لازم تلمسيه، بس مراري إيدك عليه، الأهم طاقتك الدافية. سيونج تتحرج، بس الأم تفهمها وتقول لها: هو حبك الأول. ترد سهيون وتقول: دي أحسن طريقة. تبدأ تكتب التميمة وتتدرب الصبح، وتروح بيته وتحاول تكلمه لكنه ما يردش. تشوف الشبح وراه، تركب وراه الأتوبيس ويقعدوا، تلمس رقبته والشبح يتراجع. بعدها يسألها ليه حطت إيدها عليه. الكل يتفاجئ، ولما يوصلوا جي هو يدافع عنه قدام زملائهم ويقول إن جدته ماتت وكلهم يحزنوا عليه. سيونج تفضل تدور على أعذار عشان تلمس إيده، ولما يخلصوا يومهم تتبعه، وهو يلاحظ ويدخل ممر يستناها. يسألها: بتتبعيني ليه؟ تقول: ماشي عكس بيتك. يقول لها: رايح أزور جدتي. يحط صورتهم في المزار، وسيونج تتأثر وتعيط وتقول له إن جدته كانت بتحب تعلق له الميداليات أكتر من الورود. يجي فلاش باك، يرجع يتدرب على الرماية والمدرب يراقبه، وفي الحصة المدرس يقسمهم مجموعات. سيونج تبقى مع جي هو وغيون وتشوف شبح ماسك رجل زميلتها، تفكر في اللي علمته لها أمها. ولما يخرجوا المدرب يسأل غيون ينضم للفريق. يرفض في الأول بس يقتنع في الآخر، وكلهم يندعشوا من مهارته، والشبح يتراجع كل ما يلعب. بالليل سيونج تكتب تمائم لحماية زميلتها، وتروح الصبح بدري تحطها في درجها. فجأة يجي غيون يسألها لو هيروح يتمرن، يقول لها لازم نتكلم. يطلعوا سطح المدرسة، يقول لها حتى الريح القوية ما تقدرش توقفني وأنا برمي. تقرب منه وتعدله شعره وتقول له عايزين نبقى أصحاب. يمسك إيده، وساعتها الشبح يختفي وتفرح إنها أنقذته. وهنا خلصت حلقتنا اليوم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لناس أكتر، وسيب لنا رأيك في الكومنتات. إيه أكتر مشهد شدك؟